بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد في سبيل الله عز وجل تجارة مع الله عز وجل، وهذه التجارة موضوعها النجاة من العذاب الأليم. قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. موضوع هذه التجارة النجاة من العذاب الأليم. المسلم أيا كان مكانه أو زمانه إذا جاهد في سبيل الله عز وجل فإنه يسطر لنفسه نجاة من العذاب الأليم. الله عز وجل غني عن عباده. قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فمن أراد النجاة فليجاهد في سبيل الله عز وجل. وإذا كان الجهاد في فلسطين واجب على المسلمين فإن هذا الواجب لا ينعتق الناس من عهدته إلا بتحقق الكفاية بمن قام به، والكفاية غير متحققة، فلا يزال الواجب متعلقا بأعناقنا جميعا. وإذا كان الناس قد حيل بينهم وبين اللحاق بإخوانهم في ميادين الجهاد فليس أقل من أن يجاهدوا بما استطاعوا، ليس أقل من أن يجاهدوا بما استطاعوا. فكلما كان هناك أمر مستطاع فرط فيه الإنسان أو قصر فيه يكون متخلفا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. المستطاع، حتى خروجك في هذه الفعاليات وهذه المظاهرات لا تحقر هذا العمل، فإنه كلما ازداد زخمه يمثل ضغطا على الأنظمة وعلى النظام العالمي وعلى المجرمين الذين يساندون إسرائيل. ولا تحقر من المعروف شيئا الدعاء، الإنفاق بما استطعت وبما جادت به نفسك في سبيل الله عز وجل. وكذلك أيضا لا تحقروا من شأن المقاطعة. المقاطعة تؤثر في العدو تأثيرا ماديا ونفسيا ومعنويا أيضا. المقاطعة، وهي أيضا هذه المقاطعة تنشئ في قلب المسلم عقيدة المفاصلة مع أعداء الله تبارك وتعالى. الأصل أننا نتاجر ونبيع ونشتري مع المسلم وغير المسلم، لكن المحارب لله ورسوله والمعتدي على المسلمين والذي يمارس القتل أو يساعد الذين يمارسون القتل يجب أن يكون هناك موقف منه. ما هو موقفك كمسلم؟ ما هو موقفك في أي عمل وفي أي سلوك تبلور موقفك؟ لم تستطع أن تلحق بالمجاهدين أو لم تستطع أن تنفق لأنك فقير؟ أقل شيء تفعله أن تقاطع هؤلاء المجرمين، أن تقاطع بضائعهم وبضائع الذين يساعدونهم، وهذا في ميزان حسناتك. هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، وهو ولاء لله ورسوله المؤمنين وبراء من أعداء الله تبارك وتعالى، وهو نكاية في أعداء الله ولو بشيء بسيط. كل هذا في ميزان حسناتك. وهنا في هذا الأسبوع المبارك، هذا الأسبوع، أسبوع الفعاليات، هذا أسبوع طوفان الأقصى، أسبوع نصرة القدس، هذا الأسبوع فرصة لك للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذا الأسبوع هو فرصة لك لكي تتاجر مع الله سبحانه وتعالى تجارة موضوعها النجاة من عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وسائر المسلمين في نصرة دينه وخدمة شريعته، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يجعل ولاء المؤمنين جميعا لله ورسوله ولأهل الإيمان وبراءهم من أعداء هذا الدين، من أعداء دين الله تبارك وتعالى أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.